الأهلي يهزم الهلال السوداني 1-0 هو وكولر. تخيل أول مرة في التاريخ إن اللعيبة تهزم مدربها مع الفريق المنافس. هتقول لي إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ هقول لك النهارده كولر في حاجة غريبة. الأهلي فاز بس كان في حاجة غريبة. ده لو كان ناوي يخش يخسر مش هيعمل التشكيل بالتشكيل اللي هو عامله. طب غير ناس من أماكنها ليه؟ حاطط لي اتنين في خط النص، مروان عطية وأكرم توفيق، بيعملوا إيه؟ يحيى عطية الله من أول الماتش ما رماش باص. ليه؟ نقل لي إمام عاشور حطيتهولي مكان أشرف ليه؟ كولر بقى فقير تدريبيا. الأهلي فاز، بس أنت جاي الماتش الجاي في موريتانيا هناك على أرضهم في وسط جمهورهم. أنت المفروض النهارده كنت عملت حفلة. يعني الجون اللي أنت بتدخله في الدقيقة 10 محمد هاني الله يبارك له، وبعد كده إمام عاشور ضيع كورة في الدقيقة 13. بعد كده مفيش عندك حد يهاجم. بشرط ان انت عندك اتنين، يعني عندك وسام ابو علي، وعندك وعندك بن شرقي، وعندك معشور، وعندك جرانشار. مش موظفه، مش موظف الفريق صح. لعب بخطه، الخطه دي لو انت قاصد يا كولر ان انت تتهزم هتنهزم. لا ما ينفعش. هي المشكله مش عندنا ان انت تاخد بطوله، المشكله ان انت ماشي تاخد بطوله مع اداء. انت ما بتعملش اداء، انت كده بقيت فقير، فقير تدريب. انت لو قاصد النهارده ان احنا نخسر ما كنتش عملت كده. ما بقاش في فكره عندك يا كولر. واداره الاهلي لازم تلحق، مش ده الفريق اللي هنلعب بيه في كاس العالم، او ده المدرب اللي هنلعب بيه في كاس العالم. هتيجي تقول لي النهارده انت بتهاجمه ليه؟ اقول لك عشان النهارده كولر الاهلي بيلعب بدون مدرب. في تعليق انا شفته، الاهلي بيلعب بدون مدرب، وده فعلا النهارده. حتى المدرب حاسه ان مش مع الاهلي، ده ضد الاهلي. يا فرحتي كسبت 1-0، طب المفروض النهارده تكسب 3-4. بس بعد كده انت الماتش لو كسبت الهلال هناك، انت قدامك لا صن داونز ولا الرجاء، ده هتعمل ايه معاهم؟ وبرضه احنا رايحين كاس العالم في شهر 6، ده المدرب ده هيعمل ايه؟ كل الناس تقول اصحى يا كولر، فعلا اصحى يا كولر او امشي يا كولر. كده مش هينفع. سلام.